السلام عليكم. في فرق بين اللي مش عارف أو مش عايز يديك احتياجاتك، وبين اللي مش عارف إزاي يلبي لك احتياجاتك. طيب، نفهم كده بالراحة مع بعض. لو زوجك مثلا انه يهتم بالبيت وبالمصاريف، وانه لما تبقي تعبانة يوديكي للدكتور، يعني يلبي كل احتياجاتك المادية بمعنى المحسوسة، مش المادية بمعنى الفلوس. تمام. لكن انت محتاجة انه يقولك انه بيحبك، ما يعبرش انه يجيب حاجة البيت، لا، انه يقولها لك. محتاجة انه يطبطب عليكي، بدل ما مثلا وهو راجع يجيب فاكهة. فده انت مش عارفة تعبري له احتياجك ده يلبيه ازاي، وهو مش عارف يلبي لك احتياجك بالطريقة اللي انت عايزاها. وزي برضو لما تبقى انت كراجل احتياجك الاكتر ان هي تقف جنبك، وان هي تساندك، وان هي تبقى معاك في اي قرار، ولكن هي شايفة ان هي بتلبي لك احتياجك ان هي بتعمل حاجة البيت ومرتبة ومنظمة، ويعني عاملة لك اكلك وشربك، وسايباك بقى في شغلك وقراراتك دي انت الراجل، وانت اللي تعرف يعني تاخدها ازاي. المشكلة بقى في اللي مش مهتم اصلا باحتياجاتك، اللي مش فارق معاه انت احتياجاتك يعني واصلالك ولا لا، سواء رجل او مرأة. هنا بقى بنقف وقفة، وهنا بقول لكم خلي بالكم. اللي ما عندوش استعداد يدي، ما عندوش استعداد يلبي احتياجات الآخر، ده مهما نشرح له مش هيلبي احتياجاتك، لأنه هو أساسا مش متعود على العطاء، هو عايز ياخد بس. ففي أي علاقة لازم نعرف الفرق، ولازم نحاول ونشوف ونقرر هو مش عارف يلبي احتياجاتي زي ما أنا عايزة، ولا مش فارق معاه يلبي الاحتياجات. لأن الفرق بين الاتنين هو الفرق بين الاستمرار في العلاقة أو قطع العلاقة.